يا صباح الورد والفل والياسمين على اختي وحبيبتي وصاحبتي اللي بتتابعني. وحشتوني كمان مره، وحشتوني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايه لكم فيديو جديد ويوم جديد ومشتريات الاسبوع. عايزاكم كده قبل ما تخشوا الفيديو كده تسموا الله وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالوا نشوف جبنا ايه. لو اول مره بتشوفيني، انا ام جنى ودي قناتي ست بيت لهلوبه. اتمنى تاخديلك لفه في القناه وانا متاكده انها ان شاء الله هتعجبك. ولو عجبتك ما تنسيش يا ست الكل تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلك كل فيديوهات الجديده يا ست الكل. اول حاجه كده عملتها ايه، نزلت السوق جبت شويه حاجات كده اللي هيتبع الحر بقى والفرهده مش هيعمل حاجه. قلت لا بقى، لا للحر ولا للفرهده ولا للصيف، احنا ننزل نجيب بقى حاجتنا. عشان انا التلاجة عندي كانت فاضيه وما فيهاش اي خضار، ما فيهاش غير خيارتين بس كده على كام قطايه. المهم نزلت جبت حزمتين جرجير وحزمه بقدونس، الحزمه بجنيه. وجبت كمان الفلفل ده الكيلو ب20. هو المفروض هو فلفل بلدي، المفروض ان هو حامي، بس هو يعني مش حامي قوي، اللي هو بيتاكل كده طعمه حلو. حتى انا لما لقيته مش حامي قوي كده فروحت جايبه كيلو. بنحبه كده ناكله جنب الاكل، وفيتامين سي بقى والحاجات دي ومغنيسيوم وانتوا عارفين بقى. بجيب يعني اليومين دول الحاجات اللي فيها الفيتامين كتير عشان العظم بقى والكالسيوم والحاجات دي. المهم جبت كمان كيلو بصل. كيلو البصل عامل 12 جنيه ونص. وكمان جبت الطماطم بتجري صحية ولا ايه؟ الطماطم دي جايباها 3 كيلو ب10. الطماطم في السوق بتبدأ من 2 جنيه اللي هي تعبية كده ما تنقيش منها. وفي ب3.5 بتنقيها عادي 3 ب10، وفي برضو 4 ب10، وفي ب5 وفي ب6 جنيه. فهي شكلها كده ايه يعني بتطلع بقى. جبت كمان كيلو بطاطس. كيلو بطاطس عامل 10 جنيه. جبت كمان المش اللي عندي اللي هو بقى كله لبن. عارفين اللبن قطع عندي مرتين من الجو الحر اللي احنا فيه ده، فكنت بحطه في قلب البرطمان فبقى ميه خالص، يعني بقى لبن خالص ما فيهوش مش، بقى دلع وما فيهوش مش خالص. فالمش ده انا جبته كده مش من غير جبنه. الكيلو كان عامل كام؟ كان عامل 40 جنيه. جبت نص كيلو ب20 جنيه، هحطه عليه بقى عشان يظبطه. وجبت كمان ميه المخلل دي. انا عندي مخلل الميه بتاعته لقيتها كده عملت تريم ابيض ومش حلوه، فروحت مصفيها خالص وغسلت المخلل. ورحت بقى ايه، قلت يعني ايه بدل ما اعمله بقى محلول تاني وكده، فانا قلت لا اروح عند بتاع المخلل واشتري منه ميه المخلل دي. حلوه جدا دي، ميه الترشي. عارفين الترشي اللي بنجيبه في رمضان ده؟ بيبقى حلو قوي، في سنه حرقان كده بسيطه، يعني حرق بس مش قوي، سنه بسيطه، ولونه احمر، فيها ريسه شطه وفي فلفل احمر وكده وليمون، فالميه بتبقى طعمها حلو قوي. جبت بكام الشويه دول؟ جبتهم ب5 جنيه. انا قلت له عايزه ب5 جنيه ميه مخلل، روح مديها دي تاني مره بجيبها. فطبعا بتحيي المخلل جدا، بتخليه بصوا كانه لسه عاملاه دلوقتي. وطبعا لونه بقى بيبقى احمر برده كده، بياخد بقى من اللون وبيبقى طعمه حلو قوي. بيبقى يعني والله ولادي بيحسبوا ان انا شارياه من بره، وهو اصلا اللي انا كنت عاملاه في البيت. تمام. فانا فضيت الميه وهتشوفوه معايا دلوقتي، هوريكم كل ده دلوقتي في الفيديو. تعالوا بس نشوف ايه بقيه الحاجه اللي جبتها. جبت كمان سمك. السمك البولتي سعره كويس الى حد ما، لكن الماكريل غالي جدا. والتونه برضو يعني غالي برضو، بس طبعا ارخص شويه. الماكريل اللي كان عامل 200 جنيه كيلو طبعا ما جبتوش. والتونه كانت عامله 110، فانا فصلت معاه خدتها ب100 جنيه كيلو. فوزنت السمكتين دول. تمام. يعني السمك التونه او اللي هي ايه ماكريل، بس مش ماكريل اصلي، فاهمين؟ اللي هو هندي وفي ماكريل برازيلي وحاجات كده هم عارفينها. المهم ان الماكريل الاصلي عامل الكيلو 200 جنيه، والتانية دي اللي هي التونه العاديه دي عامله 100 جنيه، عشان هو قلبي 110 انا خدتها ب100، عامل 100 جنيه. وجبت السمك اللي هو السردين ده. يعني بصراحه انا قلت اجيبه اجربه، ويعني لقيت الناس بتجيبه كده، فانا اعرف ان هو في التخليل، يعني بيخللوه يملحوه، بس ما اعرفش ان هو بيتقلي. فانا سالت واحده كده كانت واقفه بتاخد منه، قالت لي انا بقليه بيبقى جميل. فانا قلت ايه اجيب كده يعني ربع كيلو واجرب حاجه بسيطه، يعني وزن لي 4 وحدات او 5 وحدات. الكيلو منه كان عامل 80 جنيه، وبصراحه البولتي احسن منه بكتير. تمام. يعني انا هو ب80، والبولتي عامل اللي انا جايباه عامل 75 جنيه. والبولتي اللي هو الكبير شويه، الحجم الكبير قوي اللي هي السمكيه كيلو الا ربع، كان عامل 85 جنيه. واللي هو الصاحي في قلب الميه كان عامل 95. تمام. فانا جبت ده السمكيه وسط عامله 75 جنيه الكيلو. البولتي عامل 75 جنيه الكيلو. والصاحي الكبير في قلب الميه كده صاحي ب95 جنيه.
تمام. وزنت 5 سمكات، جيت هنا لقيتهم 4 مش عارفه ازاي. فهي بقى وقعت منه وهو بينضفه بقى، ولا يعني هو خدها بقى ولا الله اعلم، عشان ما اظلمش حد، بس مش عارفه. او ممكن يكون انا وزنت 4 وناسيه مفكره وزنت 5. المهم ان هو ايه الكيلو. انا كنت يعني دايما السمك بجيبه بعددنا، مش بوزن مثلا كيلو او كيلو ونص، لا انا بجيب بعددنا. فالمهم ايه لقيته ان هو ايه ناقص يعني. تمام. المهم جبت بقى الحاجات دي كده اهو زي ما انتم شايفين. السمك اللي هو الصغير اللي هو السردين ده، انا وزنت منه 5 وحدات كده. كيلو كان عامل 80 جنيه. تمام. قلت هجربه واشوف هو حلو ولا لا، لان انا بصراحه مش بحب غير البولتي والتونه او الماكريل، واللي هو اللي لونه برتقاني ده اسمه ايه المرجان. ولكن المكرونه والسردين والحاجات دي لا، مش بحبها. المهم خدت بقى السمك كده وقلت بقى اغسله هو اول حاجه، عشان طبعا يعني ليه ريحه زفاره وكده، وعشان الجو حر وما ينفعش يقعد. فقلت قبل الخضار وقبل اي حاجه اغسل السمك الاول. طبعا في الحر ده لو انت جايبه المشتريات والحاجات بتاعتك فيها فراخ او فيها سمك، يبقى اول حاجه على طول تغسليها هي الفراخ او السمك، تغسليهم وعلى التلاجة او على الفريزر على طول، عشان الجو حر ومفيش حاجه تبوظ مننا او تعمل ريحه او تغير من ريحتها او من طعمها وكده، والحاجه غاليه فحرام نسيب الحاجه تبوظ. طبعا لو انت جايبه لحمه بتقطعيها بقى وتحطيها في الفريزر على طول، وبتخلي بس استخدامك برضو تبداي ان انت تعمليه على طول. بغسل بقى انا السمك، بحب اغسله تحت ميه جاريه. كنت جايبه السمك معاكم من فتره برضو وعملته، وجالت عليه ان اغسليه في قلب طبق، الميه حرام والكلام ده. بصوا انا مش بحب اغسل السمك كله على بعضه في قلب طبق، لان السمك اصلا زفر جدا، فلما اغسل على بعضه هينزل زفاره قوي، فانا مش بحب كده يعني تنزلي زفاره على زفاره، مش هينفع. فانا بحب اغسله تحت ميه جاريه كده زي ما انتم شايفين. بحط بقى شنطه جنبي كده اطلع فيها اي تنظيف كده على طول، وبحط فيه اول باول علشان الحوض ما يتسدش معايا ويعمل ميه كتير. انا دايما بفرش كده في قلب الحوض كيس او على الرخامه، بس دايما بحطها في قلب الحوض. بفرش كيس او المفارش اللي هي البلاستيك دي، بحط كده في الحوض او على الرخامه، وببدا ان انا انضفه. وبعد ما بنضفه واشيل الكيس ده كده احطه في شنطه تانية واربطه وارميه في باسكت الزباله اعزكم الله. وبعد كده ابتدي ان انا اغسل السمك. فالسمك جاي متنضف جاهز، يعني هو الراجل كده ايه هو بينضفه، يعني انا ما قلتوش نضفه ولا حاجه. بس يعني انا دايما بجيب من الست اللي بتبقى يعني في عندنا ناس كده قاعده في السوق، بتبقى قاعده في الارض، السمك بتاعهم جميل جدا. بس انا رحت ما لقيتهاش قاعده، فروحت جايبه بقى من المحل. فهو المحل ده بينضفه على طول، سواء قلت عايزه متنضف او مش متنضف هو بينضفه على طول. يعني في واحد بيبقى قاعد كده بياخد السمك ينضفه على طول، ويروح معبيه بقى ومديهولي بقى كده من غير ما اقول متنضف ولا حاجه. فطبعا قلت بما ان هو متنضف انا هغسله على طول. ولكن طبعا لقيت فيه اللي هو السمك السردين الصغير مش متنضف، والبولتي والتونه متنضف، بس ايه عايز يتعاد عليه تاني، فاهمين؟ فطبعا عدت عليه بقى كده وغسلته بقى كده زي ما انتم شايفين. بحب اغسله بقى في ميه جاريه كده عشان يبقى نضيف ويبقى زي الفل، وبدعكه من جوه كويس قوي. بيبقى فيه لون اسود كده في السمكيه من جوه، بقعد انضفها كده كويس قوي بايدي لحد اللون الاسود ده ما يروح خالص، وتبقى السمكيه لونها وردي كده وحلوه. طبعا انا كنت جايبه الفرشه اللي بتنضف السمك قبل كده، بس ما عجبتنيش، لان بعد ما بنضف السمك بقعد بقى الاقي الفرشه اجيب سكينه اقعد انضفها بيها، بيبقى لما بقى حاجات كده من جوه، وبيبقى فيه زي ميه كده تقيله شويه موجوده برضو في قلب الفرشه وحاجات، فبصراحه ما عجبتنيش. فانا بنضفه كده بيبقى نضيف. والفرشه لما طبعا بعينها مخصصه للسمك بس، واجي اعمل بيها سمك مره على مره بلاقيها بتبوظ خالص، وبيبدا البلاستيك بتاعها اللي هي الفرشه الشعر بتاع الفرشه كده اللي هو البلاستيك ده بيقع، فما جبتهاش تاني. المهم يعني انا بنضفه بايدي زي ما انتوا شفتوا كده، بخليه من جوه كده وردي، وبيبقى السمك نضيف وزي الفل. بحطه بقى في المصفى كده اللي بنضفه، بحطه في المصفى على طول يتصفى. وبعد ما اتصفى بقى جبته هنا علشان اتبله. بتبله بقى ايه، بحط هريسه شطه. هريسه الشطه الحمراء دي عندي ما بقطعهاش خالص. عايزه اقول لكم الفلفل الالوان دلوقتي في السوق رخيص، هاتوا واعملوها بتبقى حلوه قوي. انا بحط فلفل حامي على فلفل رومي احمر، بتبقى حلوه قوي. لو مفيش الفلفل الرومي الاحمر ده بتجيب الفلفل الالوان الاحمر.
وبتعمليه على بعضه ما بتبقاش حاميه قوي. تمام. المهم حطيت بقى هرست الشطه كده معلقه كبيره مليانه، وحطيت معلقه كبيره مليانه من الثوم، وحطيت معلقه كبيره كمون، وحطيت نص معلقه من الكزبره، وحطيت شويه من بهارات السمك. بهارات السمك دي انا بعملها في البيت، حلوه جدا، عملتها معاكم قبل كده، عملت فيديو مخصوص للبهارات كلها، يعني عملت فيه جميع البهارات. كان الفيديو ده نزل لكم قبل رمضان، فاكتبي ابحثي عن الفيديو او خشي على القناه كده هتلاقيه، او ممكن تكتبي بهارات. المهم بصوا، هسيب لكم الفيديو في نهايه الشاشه، ماشي؟ هسيب لكم الفيديو في نهايه الشاشه، او هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. المهم جبت بهارات السمك، حطيت معلقه كبيره مليانه منها كده، وعصرت كده ليمونه، ورحت بقى دعكه التوابل دي كلها في قلب بعضها كده، يعني مكستها كده مع بعضها. وبعد كده بدات ان انا اتبل السمك كده جوه وبره، وادعكه بايدي كده، ادعك التتبيله كده في قلب السمك من جوه زي ما انتم شايفين. عملت بقى السمك كله كده، البولتي والتونه واللي هو السردين ده. عايزه اقول لكم السردين ده كان مليان شوك فيعني انا بقول امال في الاكل هيبقى عامل ايه؟ يعني انا فتحته كده بنضفه، مليان شوك من جوه، مليان شوك في اللحم كده، مش اللي هو الحبل بقى ده اللي هي الشوكه الطويله دي، لا ده مليان شوك صغير كمان. فالمهم بقى ايه، هنعمله بقى ونشوف حلو ولا لا. لو طبعا طلع مليان شوك كده صغير كتير زي ما يعني ما شايفاه وانا بنضفه كده، مش هجيبه تاني. المهم تبلته بقى، هغطيه بقى بكيس كده وعينه في التلاجة لحد ان شاء الله لما اجي اعمله بقى على الغدا. الحاجات بقى بعد ما بنضف السمك، بمسك كل حاجه عملت فيها السمك كده بغسلها كويس جدا، وبعد كده بغسل الحوض، المقص، اي حاجه بالصابونه كده وتغسليها كويس قوي قوي قوي. وبعد كده تغسلي الحوض وتغسلي الرخامه واي حاجه مكان السمك بغسلها كويس جدا قبل ما ابدا بقى في الاكل، وقبل ما اغسل الخضار، وقبل اي حاجه. بعمل كده على طول في السمك وفي الفراخ، علشان السالمونيلا بقى والحاجات دي، والزفاره برده بتاعه السمك. فمهما تعملي سمك تنضفي كده وراكي على طول بالميه والصابون كده، والصابون بتاعنا بقى ريحته حلوه، فتبصي بقى ما تلاقيش فيه ريحه زفاره خالص. تمام. السمك برضو متبل، ومتتبل تتبيله كده ممتازه، يعني لا يعلى عليها، فما بتخليش فيه اي ريحه زفاره خالص. دعكت بقى كل حاجه كده، ودعكت الحوض، وبدعك كمان الصفايه من جوه برضو من بره، لان برضو نزل فيها الميه بتاعه السمك، فبدعك الصفايه كده والحوض كده كويس قوي. وبعد كده بروح غاسله كمان الاسبونشه كويس قوي كده بشويه صابون، عشان برضو تبقى نظيفه مكان ما انا غسلت الحاجه بتاعه السمك. هجيب بقى بقيه الخضار بقى اللي انا جايباه عشان اغسله، الطماطم والفلفل بقى وبقيه الحاجه اللي انا جايباها دي عشان اغسلها. القوطه برضو بحطها بقى بغسلها كويس جدا. عايزه اقول لكم القوطه دي انا جايباها كده على بعض، يعني قوطه منقياها، فمنقيه فيها الجامده قوي للسلطه، ومنقيه كمان طماطم يعني ايه اللي هي في طماطميه تبقى حمراء قوي بس طريه، لو عينتيها في التلاجة يومين 3 تبوظ او تضطر قوي. فانا جايبه الطماطم اللي هي الحمراء السليمه دي، هعملها يعني للطبيخ وكده، فاهمين؟ اللي هو يعني انا بنقي القوطه اللي هي 3.5 دي، فبنقي منها طماطم جامده عشان احتاجها في السلطه او حاجه، وبنقي كمان طماطم بتبقى حمراء وسليمه وحمراء قوي بس طريه شويه، دي برضو باخدها علشان الطبيخ. تمام. غسلتها بقى كويس جدا، وبحب وانا بغسلها اشيل الحته الخضراء اللي بتبقى فيها دي، مش بحب عينها بيها، وممكن كمان وانا بنقي بقعد اشيلها كمان وانا بنقي. تمام. هي مش حاجه يعني، مش حد يقول لي مش هتوزن، هي مش عشان الميزان ولا حاجه والله، بس مش عارفه انا ما بحبهاش. في الشنطه ساعات ممكن تقطع الشنطه، وكمان في التلاجة لا مش بحبها خالص. انا بحب اغسل القوطه كده كويس واشيل البتاعه دي، وتبقى القوطه متعانه نظيفه كده. تمام. هنا بوريكم ده المنظم ده كنت حاطه فيه فلفل وبتنجان كده، كانوا عندي فايضين طبعا من الحاجات بتاعت الاسبوع اللي فات اهو، كان بتنجان ابيض وبتنجان اسود عروس وشويه فلفل كده من هو الحامي، فاخدتهم غسلتهم. وكان في شنطه برده في التلاجة محطوط فيها كام خياره دول وكام قرن فلفل، كنت جايه وانا جايه من عند ماما كده، رحت جايباهم، ما كانش عندي خيار وكنت عايزه خيار عشان الفطار يعني والعشاء برده. ساعات انا يعني بقيت داخله في موضوع الدايت اللي هو انا ما بتعشاش بالليل، فدايما بالليل ممكن اكل يا فاكهه يا ممكن اكل خيار. فوانا معديه كده ما كانش عندي خيار، فروحت جايبه نص كيلو. الخيار غلي جدا، مسافر مش عارفه رايح فين، مش عايز يرخص. والكابتشه كمان برده غليت، واحده صغننه كده خالص يعني قد البرتقانه كده ب10 جنيه. فطبعا طول الكابتشه ما هو غالي كده مش بجيبه. والخيار برده بجيب بس مش بجيب منه كتير،
زي ما انتوا كنتوا بتشوفوا لما كان بيبقى رخيص كنت بجيب بالشنطه 5 كيلو 6 كيلو. فطبعا دلوقتي الكيلو ب14 وب18 وب16 وب12، فغالي جدا. فانا الخيار ده كنت جايباه ب12، كان النص كيلو ب6 جنيه. جبت نص كيلو، خدت منه خيارتين كده ورحت عاينه بقى الشنطه بحالها في التلاجة. فانا جبتهم دلوقتي، طلعتهم وغسلتهم، وغسلت كمان الفلفل اللي هو البلدي ده، وبدات ان انا بقى اغسل الخضار كله. وهنا ربطه البقدونس برضو هغسلها هي والجرجير، بغسلهم كده كويس جدا وبخليهم يتصفوا في المصفى، وبحطهم في التلاجة كده بيرعرعوا بقى كده وبيبقوا حلوين، كانك بصي لسه مقلوعين من الارض حالا يعني. فبيبقوا حلوين قوي لما بتغسلي الخضره كده، بقدونس او كزبره او شبت او جرجير او نعناع، تغسليها كده وتحطيها تتصفى، وبعد كده تحطيها في التلاجة تبصي تلاقي الورقه كده رعرعت كده وخضرت، وبتبقى حلوه قوي، بتبقى صبحه كده وبتبقى جميله. يعني حتى هو لو جاي صابح بس هو بيبقى ايه زي ما تقولوا ايه، يعني من الحر، او لما انا جبته كده من الحر كده في المطبخ، الجو يعني بيخلي تحس ان الخضره دبلت. فلما تغسليها كده وتحطيها في مصفى وتحطيها في التلاجة بتبدأ ترعرع تاني كده وبتبقى حلوة. طبعا انا هغسله بقى عشان انا الجرجير ده بحبه جدا مع السمك ومع المسقعة. فلما بجيب مسقعة هعمل مسقعة، بجيب جرجير، او السمك برضو بجيب جرجير بفرشه تحت السمك، او بنحطه كده جنب السمك بيتاكل كده بيبقى حلو قوي. وحزمة البقدونس دي جبتها عشان خاطر هعمل سلطة، وبرش برضو منها كده على السمك فبيبقى الشكل حلو يعني. فغسلت بقى البقدونس كده وحطيته في المصفى، وغسلت الجرجير. وعايزه اقول لكم المصفى دي اللي انا عملت فيها السمك انا غسلاها، وانتوا شفتوني انا بغسلها عشان ما حدش يقول لي انت بتحطي الخضره مكان السمك. كل حاجه بغسلها وبنضفها مكان السمك قبل ما ببدا اعمل اي خضار واي حاجه. تمام. نضفت برضو الجرجير كده، بحب اقطع الحته اللي بتبقى فوق دي، مش بحب ان انا يعني اسيبها. في ناس بتبقى سايباها بحالها، وانا والدتي برضو بتحب الجرجيره تبقى بحالها كده، تغسلها بس كويس وتشيلي الحته اللي هي بتبقى عامله زي الفجله البيضه دي وبتسيبه كده. لكن لا، انا مش بحبه، انا بحب يبقى ايه، يبقى عيدان كده، العود بعود كده، مش بحبه يبقى ايه الربطه ماسكه بعضها. فبفككه كده وبقطع الحته دي وبغسله بقى كده كويس في قلب الطبق عشان اي ميه او اي تراب او اي طينه كده فيه تنزل مره واتنين. وبعد كده بحطه في المصفى. ما بحبش احط في الميه خل، لان بحس ان الخل بيخلي الحاجه زفره، ليه مش عارفه يعني. انا غسلت قبل كده، حطيت شويه خل في الميه وغسلتهم، مش عارفه بحس ان الخضره بتبقى زفره. المهم بقى ايه، غسلت بقى كل حاجه كده، وعينت البصل في التربو مكانه، والبطاطس برضو عينتها في التربو. بس ما غيرتش يعني الفرشه تحتاني، كنت لسه مغيراها من 3 ايام. وده المخلل بقى زي ما انتم شايفين اللي كنت عاملاه، اللي هو فلفل وبصل ولفت وخيار وليمون. بس كنت عامله نصاص ليمون كده اللي انا بعصره، نصاص الليمون اللي انا بعصره بحوشه وبديله كده غلوه واحده بس، وبروح مخللاه، بيبقى حلو قوي. لان كده كده الليمون هما بيفضوا اللي في قلبه اساسا. فانا الليمون اللي انا بعصره على السلطه او على اي حاجه بحوشه كده في كيس في الفريزر، واجمع حبه واروح ايه مخللاهم. حطيته بقى كده، طبعا خدتهم شطفتهم لان الميه اللي كانت عليهم زي ما قلت لكم كان عليها ريمه بيضه كده، فدلقت الميه خالص. وجبت بقى ب5 جنيه، ب5 جنيه دول حيوا المخلل تاني، فاهمين يعني. بص خلوه بقى شويه ترش كده زي العسل. هنا حطيت بقى في العلبه اتملت على الاخر، فروحت جايبه علبه تانية ايه انقص فيها شويه. وهنا حطيت شويه ملح لان حسيت ان الميه دلعه شويه، يعني مش اللي هي هتظبط المخلل، فزودتها ايه رشه ملح كده، قلت عشان المخلل ما يتطرش بقى ويبوظ، لان طبعا انا غسلته، فاهمين، عشان يبقى متطعم بقى كده. هنقص بقى شويه كده في العلبه. لو وصلتي بقى لحد هنا حبيبه قلبي، متنسوش تحطي لايك للفيديو وتصلوا على النبي في الكومنتات، وقولي عاملين ايه في الحر ده. وان شاء الله الفيديو الجاي هنقلي فيه السمك مع بعض. سيبكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.